السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ بجد وحشتوني من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. النهارده بقى معانا وصفه تقدروا تقولوا عليها السهل الممتنع، لانها سهله وبسيطه جدا في مكوناتها وكمان في طريقه تحضيرها. وغير كده كمان طعمها حلو ومميز جدا. وغير كده كمان مناسبه جدا للفطار لما نكون مستعجلين وعايزين نفطر حاجه تكون سهله وسريعه وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو. هنعمل النهارده مع بعض كيك يومي اقتصادي بس مختلف في الشكل وكمان في الطعم، لاننا النهارده هنضيف ليه اضافه مميزه جدا هتديله طعم ولون مميز جدا. هنضيف ليها النهارده نوع من الفاكهه كلنا بنحبه وهو العنب. يعني كده تغيير في كيك اليومي اللي احنا بنعمله، بس بجد اضافه كانت مميزه جدا للكيك بتاعنا النهارده. ما تيجي بينا على طول نبدا بوصفتنا الجميله ونشوف مقاديرها وكمان طريقه تحضيرها. بس قبل ما نبدا بالطريقه والمقادير عايزاكم تعملوا لايك للفيديو ده على طول، وكمان لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. يلا بينا نبدا. هنسمي الله. مقاديرنا النهارده يا جماعه بجد مفيش اسهل منها. معانا هنا طبق عميق هضيف فيه، معايا هنا كوبايه من السكر، هضيف كمان معاهم هنا بيضتين. والبيض يا جماعه هنا يكون بدرجه حراره المطبخ او الغرفه. هضيف بقى كمان مع البيض كده معلقه صغيره من الفانيليا. هجيب بقى المضرب اليدوي بتاعي، وكمان ممكن نستخدم الخلاط او المضرب الكهربائي المتاح عندك ومتوفر استخدميه. هبدا بقى اضرب كده كل المكونات دي مع بعض كده 5 دقايق لحد ما اللون ما يفتح ويبقى معايا بالشكل ده. بعد بقى ما وصلت للون ده هبدا اضيف معايا هنا كمان نص كوبايه من الزيت. هضرب بقى الزيت كمان معاهم كده حوالي دقيقتين كمان. بعد بقى ما ضفت نص كوبايه الزيت وضربتها كويس جدا مع باقي الخليط واختفت معايا تماما وبقى بالشكل ده، هبدا اضيف كمان من هنا معايا معلقه كبيره من الخل. الخل هنا يا جماعه ليه اضافه مميزه جدا، اولا بيضيع زفاره البيض تماما وكمان بيخلي الكيك بتاعي لونه فاتح وهش. بعد ما خلطت كل المكونات كويس جدا مع بعض، معايا هنا كمان كوبايه الا ربع من الحليب او اللبن هضيفها معاهم وهضربها كده حوالي كمان دقيقتين. هنجيب بقى الدقيق. معايا هنا يا جماعه كوبايتين دقيق. لازم يا جماعه الدقيق بتاعي يكون منخول كويس جدا، وكمان نستخدم دقيق تكون نوعيته كويسه. هضيف عليه معلقه كبيره من بيكنج باودر وكمان معايا رشه من الملح. هخلط بقى كل المكونات كويس جدا مع بعض. وده كده هيكون خليط الكيك بتاعي. بعد ما خلطت كل المكونات كويس جدا مع بعض هيكون معايا الخليط سميك بشويه بالشكل ده. وطبعا علشان لسه هنضيف ليه فاكهه، هشيل بقى المضرب واجيب سباتشولا او معلقه علشان اقلب بيها الخليط بتاعي كده من فوق لتحت، علشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات ولا رواسب وان الخليط كله بقى مكون واحد كده عندي بالشكل ده. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله خليط ناعم وكريمي ومفيش اي تكتلات خالص. هنسيب بقى خليط الكيك كده على جنب ونبدا نجهز القالب او الصينيه اللي احنا هنسوي فيها الكيك بتاعنا النهارده. انا حبيت اسوي الكيك بتاعنا النهارده يا جماعه في القالب ده دهنته كويس جدا بالزيت، وبعد كده اديته رشه من الدقيق. وكمان استخدمت النهارده الكيس الحراري ده يا جماعه بجد كان مميز جدا في تسويه الكيك بتاع النهارده. اولا ما خلاش الكيك بتاعي لزق ابدا في القالب، وكمان اداله لون مميز جدا اللي حضراتكم شفتوه معايا في اول الفيديو. بصراحه ممتاز جدا، كمان انا فضلته عن ورق الزبده. جربوه مش هتندموا ابدا. هبدا بقى اصب خليط الكيك اللي احنا جهزناه مع بعض قبل شويه في القالب بالشكل ده، واحاول اسويه كده على قد ما اقدر زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. بعد كده هبدأ بقى اضيف ليه الفاكهة اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. طبعا معايا هنا العنب، والعنب يا جماعة طبعا فاكهة مميزة جدا وكلنا بنحبها. وغير كده كمان بجد ادى اضافة مميزة جدا جدا للكيك بتاعنا النهاردة في الشكل وكمان في الطعم. هبدأ اضيف بقى كده كل كمية العنب موجودة معايا فوق خليط الكيك بالشكل ده. بعد ما ضفت العنب لخليط الكيك هنتكلم بقى عن التسويه. هندخل الكيك بتاعنا النهارده فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، واحط القالب بتاعي في الرف الاوسط وهشغل النار من تحت بس. وقت التسويه بتاعها كده هيكون معايا من 30 ل 35 دقيقه. بعد كده هفتح عليها الفرن واختبرها كده بعود خشبي او خله. لو طلع معايا مفيهوش اي عجين خالص يبقى كده الكيك بتاعي استوى بقى تمام. هبدا اطفي عليها النار من تحت واشغل كده كمان الشوايه حوالي 5 دقايق بس. طبعا كل ده يا جماعه على حسب كل واحد والفرن عنده. وبعد كده هبدا اطلعها وتبقى معايا بالجمال ده كله. بصوا بقى هنا معايا ما شاء الله واخده لون ذهبي وجميل جدا. بعد ما اطلع الكيك بتاعي من الفرن اسيبها كده حوالي ربع ساعه لحد ما تهدى معايا شويه، وبعد كده ابدا اقلبها وهتبقى معايا بالجمال ده كله. بجد ما شاء الله التسويه بتاعتها ممتازه جدا. وطبعا اضافه الكيس الحراري بجد اضافه مميزه جدا. اولا طلعت معايا بكل سهوله، وغير كده كمان اداها لون مميز اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. بجد مفيش اجمل واروع من كده. وكمان قبل ما نقدمها ممكن نديها رشه بسيطه كده من السكر البودره.
انا سبتها بقى لحد ما بردت معايا تماما، وبعد كده بدات اقطعها زي ما حضراتكم كده شايفين معايا. بصراحه ما شاء الله طالعه معايا جميله جدا، وغير كده كمان العنب مديها اضافه مميزه جدا في الشكل وكمان في الطعم. بجد جربوها هتعجبكم جدا بصراحه، على قد ما هي سهله وبسيطه بس مختلفه جدا في الشكل وكمان في الطعم. يلا بقى بسرعه جربوا كيكه القمر بتاعتنا النهارده دي بنفس الطريقه ونفس المكونات، وان شاء الله بجد هتعجبكم. هسيب ليكم مكونات الوصفه كلها مكتوبه في الوصف تحت الفيديو، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها. وبكده فيديو النهارده هيكون خلص معاكم. اتمنى بجد فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ووصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو ده على طول علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وكمان لو انتوا لسه جداد على القناه وما اشتركتوش فيها اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم الاشعار بكل وصفات الجديده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حلوين.